السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم بانكيك بطريقة سهلة جدا ومكونات ومقادير جد مضبوطة. نبداو على بركة الله في التحضير. واش نحتاجو كاس حليب، زوز كيسان فرينة، عندي زوز حبة بيض، 5 ملاعق زيت و5 ملاعق سكر عادي، ساشي تاع الخميرة وزوز ساشيات لافاني مع 4 ملعقة صغيرة ملح. نبداو على بركة الله في التحضير. نجيبوا الغيسيبيا تاعنا ونديروا فيها زوج حبات بيض، من الافضل يعني يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نضيفوا معاهم 5 ملاعق سكر عادي. انا راح نخدم البنات وفي نفس الوقت نعاود نسمي لكم المكونات. ماناش محتاجين في الوصفة هذه يعني باش نجيبوا الباتور الفوي يكفي. حركنا البيض والسكر مع بعضهم وضفت معاهم زوج ساشيات لافاني. عندي كاس تاع الحليب نضيفوه، يعني الحليب ما يكونش البنات سخون، يعني عادي. نحركوا شويه ونضيفوا الفرينه. نفس الكاس اللي كنا كيلنا به عفوا اللي كنا كيلنا به الحليب نعاودو نكيلو به الفرينه. ومن الافضل في الفرينه نكونوا غربلناها ديجا من قبل باش نتخلصوا من هذيك الحبيبات اللي تكون فيها. ونضيفوا معاها 10 غرامات في خميره، عفوا يعني ما يعادل ساشي. نحركوا الخليط مليح حتى يتجانس. حاولوا ديما باش تكون خدمتنا نظيفه، ننزلوا ديما الخليط اللي يكون على الاطراف ولا على الجوانب تاع الريسيبيون. نحرك مليح ونضيف كميه الملح اللي قلنا 4 ملعقة صغيره. وفي الاخير نضيفوا 5 ملاعق زيت. كتضيفوا الزيت البنات حركوا مليح حتى تشوفوا يعني الزيت تجانس مليح مع الخليط. شوفوا تحصلوا على العجينه تكون البنات ليس وتكون القوام تاعها كما راكم تشوفوا. نغطيوها. اذا كان كنا في الحال بارد البنات نخليوها تريح 5 حتى 10 دقائق. اذا كان الحال سخون مباشره غير تكملي تحضريها تروحي تحطي المقله تاعك وتبداي طيبي. انا راح نستعمل المقله، ديري لها مسحه خفيفه برك بالزيت. كنت فرغت الخليط تاعي طبعا في الطاس هذا تاع الميكسر باش يسهل عليا الخدمه. على نار طبعا تكون اقل من المتوسطه يعني باش نتحصلوا على نتيجه تكون مليحه. نفرغ الكميه على حسب الحجم اللي انا حبيته. غير نشوفوها دارت ثقب وبدات تجيح نقلبها على الجهه الثانيه. نفس التوقيت يعني اذا كان خليناها على الجهه الاولى دقيقتين الجهه الثانيه وزي تقريبا دقيقتين نتحصلوا على لون يعني ما شاء الله. شوفوا كما راكم تبان لكم انا الحبات تاعي كنت درتهم شويه كبار، يعني ما خرجوليش تقريبا بين 8 حتى 9 حبات. لكن انتوما باش تحصلوا يعني على كميه تكون اكتر، صوتو اذا كنتوا عائله كبيره نفضل انكم ديروا حبات صغار وهكذا راح تخرج لكم تقريبا 20 حبه. نصيحتي برك البنت كما قلت لكم طيبوها على نار تكون يعني اقل من المتوسطه. هذه الكميه اللي تحصلت عليها ماشي كل بنات ديجا انا ولادي كلاو منهم. تركا نروحوا لطريقه يعني التقديم تاعها. انا راح نستعمل لهنا شوكولا طاغتيني لان اولادي يحبوها هكا. واللي تفضل يعني كاين بعض الاشخاص يتناولوها غير بالعسل برك. نديروا كميه من الشوكولا ونعاود نديروا حبه اخرى. كنت زينتها بحبات تاع لي سوغيز البنات المصبر مع حبات تاع العنب. ديروا معها خطوط تاع الشوكولا نوار باش نتحصلوا على الوان تكون مليحه يعني وتكون تفتح النفس. هذه طريقتي انا في التزيين وفي التقديم. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي مازالها البنات تتفرج فينا وما دارتش اللايك
نقولها فضلا وليس امرا ديرنا لايك وبارطاجيو حبيباتي الفيديو، وما تنسوناش بكومنتير يكون مليح. واللي مازالها ما اشتركتش في القناه اتمنى ان شاء الله تشترك وتولي اخت من اخواتي، وان شاء الله تكبر القناه. مع السلامه، ونتلاقاو في وصفات اخرى، في امان الله.